لو انت مصمم جرافيك وعاوز اول عميل فعليا، اسمع الفيديو ده فيه الخلاصة. في مصممين شغلهم متوسط او شغلهم عادي او تحت المتوسط وعندهم عملاء اللهم بارك، يعني بيوقفوا بالطابور. وفي مصممين تصميماتهم احترافية جدا ولكن ما عندهمش ولا عميل يشتغل معهم، او هم مش لاقيين عميل يشتغل معهم. الفرق هنا مش في الموهبة بس، الموهبة شيء لابد منه، الفرق في حاجة تانية خالص هقولها لك في الفيديو ده. فركز معايا لحد اخر الفيديو وهديك خطة عملية تقدر تنفذها خطوة بخطوة، واضمن لك انك توصل لاول عميل حرفيا. بس في الاول قبل ما نبدأ الفيديو خليني اعرفك الفرق ما بين العميل والزبون. الزبون يا سيدي هو عميل بيجي لك مرة واحدة او على فترات متباعدة جدا، انما العميل عكس الزبون خالص. العميل بيكون في بينك وبينه شغل او علاقة طويلة الامد مبنية على الاستمرار والثقة، ودي اول نقطة. وبعدين ممكن في فيديو تاني ممكن اعرفك ازاي تحول الزبون ده لعميل، فدي ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني خالص. اول نقطة انك تبدأ بدايرة معارفك. اهلك واصحابك لازم يكونوا عارفين انت بتعمل ايه، يعني شغلك ايه، مش حاجات تانية يعني. اهلك واصحابك دول اكيد فيهم حد فاتح محل او فاتح مطعم او فاتح اي نشاط هو بيشتغل فيه، فكل دول هيحتاجوا شغل. يعني مثلا في منهم اللي هيحتاج بانر، في منهم اللي هيحتاج لوجو، في منهم اللي هيحتاج مثلا منيو لو هو فاتح مطعم، او حتى تصميمات سوشيال ميديا للبلاتفورمز للسوشيال ميديا بتاعتهم. والحلو في الموضوع ده انك بتعمل علاقات غير علاقات صحابك ومعارفك. يعني ممكن حد صاحب صاحبك يعرف ان الشغل ده انت اللي عامله، فيكلم صاحبك يكلمك انك تعمل له برضه شغل زي اللي انت عملته لصاحبك، وهكذا. ودي افضل واهم دايره ممكن تبدا منها او نقطه تبدا منها. نيجي لتاني نقطه، الا وهي ان ما تستناش العميل هو اللي يجي لك. والنقطه دي هنعملها ازاي؟ بص يا سيدي، انت لازم يكون ليك تواجد قوي على السوشيال ميديا ايا كان المنصه اللي انت هتدخل عليها. فلو انت عندك صفحه او عندك حساب بتنزل عليه شغلك، سواء انستجرام او فيسبوك او ايا كان اللي انت بتنزل عليه، فلازم اهم نصيحة انك تنظف السوشيال ميديا بتاعتك. يعني انت تخيل انك عندك بيت وجاي لك ضيف مهم، فانت اكيد لازم بتنظف البيت، بترتب الجلسة اللي هو هيقعد فيها مثلا او ايا كان المكان اللي انت هتقعد فيه. لازم السوشيال ميديا بتاعتك تكون واضحة او تكون احترافية. الصورة بتاعتك يعني واسمك ظاهر، وتحتها ممكن نبذة مختصرة عنك انت بتعمل ايه او شغلك عبارة عن ايه، البيانات التواصل بتاعتك وهكذا. والنقطة دي مهمة جدا جدا. ليه بقى؟ اني عشان ممكن يتعامل معاك عميل، فلازم هو يعرف هو عايز يتعامل مع مين، او هو حابب يتعامل مع مين او يشتغل مع مين، سواء هو فرد او شركة. يعني في شركات كتير انت بتروح انترفيو وتقعد معاهم ويسألوك وتمام وبتعدي، بس احيانا ممكن يطلبوا منك السوشيال ميديا بتاعتك، يشوفوك بتتعامل مع الناس ازاي. هل انت شخص يعني تنفع معاهم في الشركة بتاعتهم او في المجالات بتاعتهم ولا لا. في ناس تحبذ ده وفي ناس لا، فبرضه ركز على الحتة دي وما تخليهاش تعدي منك. نيجي لثالث نقطة ودي الأهم، ألا وهي البورتفوليو. البورتفوليو ده واجهتك قدام العملاء، قدام الشركات، قدام أي حد. أنت الواجهة بتاعتك اللي هو البورتفوليو. البورتفوليو ده عبارة عن محفظة أعمال أنت بتحفظ فيها شغلك عشان توريه للعملاء أو توريه للشركات اللي أنت حابب تشتغل معاها أو اللي هم حابين يشتغلوا معاك. إنما لو أنت ما عندكش أصلا بورتفوليو، فدي نقطة تاني خالص وفيديو تاني خالص. ورابع نقطة وأهمهم، هو أنا قلت كله مهم بس دي يعتبر أهمهم يعني، هي لينكد إن. لينكد إن دي يعني أنظف وأرقى منصة ممكن تلاقي عليها عملاء، أو ممكن تلاقي عليها شركات، أو أيا كان المجال اللي أنت داخل فيه هتلاقي برضه شغل فيه. والمنصة دي من أهم الأماكن وأرقى الأماكن اللي ممكن يجيلك منها شغل أو ممكن يجيلك منها عملاء، لأن أي حد بيقدم خدمة أو صاحب شركة أو أيا كان هو مجاله إيه، وحد قوي يعني في مجاله، هتلاقيه عمل حساب على لينكد ان، لانها من انظف وارقى المنصات اللي ممكن تدور وتلاقي عليها وظائف شغل. وهي فرصة حلوة جدا انك تعمل علاقات سواء على مستوى البيزنس او المستوى الشخصي. ملحوظة بس، لو انت يعني حابب تظبط او تخلي شكل حسابك على لينكد ان انظف وارقى، فالاستاذ احمد البحقيري عامل يعني كراش كورس يعتبر على قناة اورنج سكوير بتاعته على يوتيوب، فهو بصراحة ممتاز، فياريت تدخل تشوفه. طيب يا سيدي، انا بدور لقيت عميل عايز حد او عايز مصمم يشتغل معاه. اوعى انك تكتب له انا مصمم ابعت لي، او انا متاح للشغل ابعت لي، والكلام ده كله. خليني اقول لك تركيبة يعني هتحسس العميل انك مهتم بيه او تلفت انتباهه بشكل اكتر. بص يا سيدي، ادخل على صفحة العميل مثلا او الصفحة اللي منزلين البوست،
فشوف هو الوظيفة عن إيه، أو اسم الشركة إيه، أو اسم الشخص اللي منزّل البوست إيه. اتكلم معاه بأسلوب يحس إن هو موجه ليه هو بس. يعني مثلًا تكتب له: السلام عليكم، إزي حضرتك يا أستاذ فلان، أنا فلان الفلاني مصمم جرافيك، فباكلمك بخصوص البوست اللي أنت منزّله مثلًا على السوشيال ميديا، أيًا كان البلاتفورم يعني. فهتقول له: أنا باكلمك بخصوص البوست اللي أنت منزّله وطالبين مصمم جرافيك. حقيقةً أنا اطلعت على الفكرة وأنا متحمس جدًا إن أبدأ شغل معاكم، وأنا بالفعل عندي خبرة في المجال الفلاني ده اللي أنا اشتغلت فيه كذا وكذا وكذا، ولو عندك نماذج مثلًا ممكن تبعتها له مصحوبةً بالرسالة دي. تحياتي فلان الفلاني. وممكن تسيب له رقم تليفونك أو رقم واتساب تحت. الفرق هنا في الرسالة الخاصة دي ما بين الرسالة اللي أنت كنت ممكن تبعتها للناس التانية، أو الرسالة الاسطمبة اللي أنت بتاخدها وتبعتها لكذا واحد، إن الرسالة الخاصة دي بتحسس العميل بالتقدير، إنك دخلت وشُفته، شُفت الشركة بتاعته، وأنت باعت له حاجة خاصة ليه هو، حاجة معمولة ليه هو بس. وفي النهاية حابب أقول لك إن الحصول على أول عميل ده مش مرتبط تمامًا بمستوى مهاراتك في التصميم أو بمستواك في التصميم. في ناس كتير جدًا شغلهم عادي، عادي يعتبر متوسط جدًا، ومعاهم عُملا ما شاء الله اللهم بارك، يعني عدد كبير جدًا، والعكس مع مصممين محترفين. علشان كده عاوزك تركّز على حاجتين، 2 بس: إنك تطوّر مهاراتك في التصميم، وإنك تعمل علاقات قوية في المجال. العلاقات دي هي اللي بتجيب شغل، المهارات ما بتجيبش شغل بس، إنما العلاقة أو العلاقات هي اللي بتجيب شغل، وإنك تقدّم نَفْسك بشكل احترافي للناس. وافتكر إن أول عميل بيكون أصعب عميل، ولكن الطريق بعد كده بيكون أسهل بكتير جدًا. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام عليكم.